النهارده هنتكلم عن ماتش الزمالك وبيراميدز في نص نهائي السوبر المصري اللي بيتلعب في الامارات. النهارده شفنا ماتش من العيار الثقيل. ماتش كان بيراميدز فيه ند قوي جدا لنادي الزمالك. كان فيه نادي بيراميدز هو اللي بدأ بالهجوم، هو اللي بدأ بالهدف الاول لما احرز ابراهيم عادل الهدف الاول من جمله رائعه جدا جدا بينه وبين رمضان صبحي. هما الاتنين كانوا عاملين جبهه من ناحيه الشمال رائعه جدا. كان بتلعب على لاعب زي محمد شحاته ملوش اسم، يعني بقالوش كتير بيلعب على نفس الجبهه، بقاله فتره قاعد دكه. يعني الماتش كان قوي جدا. كانوا الفرقتين فتره ده وفتره ده. نادي الزمالك قدر يقعد في الشوط الاول وجاب احرز الهدف الاول بعد ما ناصر ماهر قدر ان هو يطلع ما بين اتنين ويلعب الكرة بالعرض، والجزيري كان مستنيها لوحده وقدر يحرز الجول التاني. شفنا هجمات كتير جدا لنادي الزمالك، وكان زيزو يعني اهمهم اتنين، واحدة لبنتايج وواحدة لمشارك. كذا هجمة كان الزمالك قادر فيها ان هو يحرز بس ما قدرش. وبنيجي نشوف ضربة الجزاء اللي كل جماهير الزمالك حطت ايديها على قلبها، ضربة جزاء لرمضان صبحي وداخل يشوط وهوب تيجي في العارضة، وبدل ما ترد في الجون لا ترد في رجل عواد وتخرج بره. يعني ده من كرم ربنا على جماهير الزملكاويه، عشان كانت هتقضي على املهم في اللي جاي. بعد كده بنكمل للدقيقه 96 والفرقه الزمالك هي اللي كانت الاحسن، هي اللي كانت بتطلع بالكوره بتقطع. نادي بيراميدز كان عنده هجمات في التحولات الهجوميه خطيره جدا، بس نادي الزمالك قدر يعني يقلل مخاطره. في الدقيقه 96 بنشوف ضربه حره غير مباشره ومصطفى فتحي واقف على التنفيذ بيلعب بالعرض وبما يحط راسه تخش. بعد كده ناصر منسي بيكمل عليها في الجون. فخلاص كل الجماهير قعدت لفتوش على الناحية التانية. الزمالك خسر، بس بنفاجئ ان محمد معروف بعد سلسلة من الماتش كامل في سلسلة من الاخطاء التحكيمية اللي جماهير الزمالك شايف ان هي اخطاء تحكيمية وبتعترض عليها، بيقرر يجيب الهدف بداية التسلل لان ناصر منسي ما كانش مغطي، وبيتلغي الهدف. وبنخش على ضربة الجزاء. بيراميدز يسجل، الزمالك يسجل، بيراميدز يسجل، الزمالك يسجل، لغاية ما نوصل للركلتين النهائيتين، الركلة الخامسة. يخش مصطفى فتحي ويشوط، والأول ضربة جزاء من أول 5 ضربات جزاء عواد يترمي على اليمين ويصدها. بعد كده يخش زيزو ويحرزها بكل هدوء. كده الزمالك بيبقى اتأهل للنهائي. نيجي نتكلم بقى على بعض الاخطاء اللي ظهرت في نادي الزمالك. زياد كمال النهارده ما كانش فيه اي انسجام بينه وبين عبد الله، بينه وبين ناصر ماهر. كان في افتقاد كبير جدا للاعب دونجا، يعني امتى يرجع بجد عشان يلعب باذن الله، يلعب ماتش النهائي يوم 24. كمان عمر جابر غيابه اثر جدا على الجبهه اليمين اللي كانت بتبقى من اقوى جبهات نادي الزمالك مع زيزو. فدول كان اكثر الاثنين عاملين يعني بطء، كمان مش بطء يعني خلوا الزمالك يأثر على مستواه. شفنا بنتايج النهارده بياخد كارت اصفر. نادي بيراميدز قدر يقفل عليه مخلوش يعرف يطلع بالكوره كتير زي ما شفنا في ماتش الاهلي في السوبر الافريقي. بنشوف عمر فرج ما بيشاركش. فكل دي يعني نقط بنتمنى ان هي تتعالج في الماتش النهائي باذن الله. بنستنى نشوف مين الفائز من لقاء الاهلي سيراميكا كليوباترا اللي هيقام بعد شوية الساعة 8 كده، ونشوف مين اللي هيتأهل يلعب نادي الزمالك في النهائي يوم 24، ومين اللي هيلعب على المركز الثالث والرابع مع بيراميدز برضه يوم 24. بس كده، حابة اقابلكم في الفيديو الجاي.